لو خايف من فيزياء ثانوية عامة الفيديو ده ليك. أنا كنت داخل الامتحان كنت فاقد الأمل خالص، واللي حصل كان صادم. مادة الفيزياء من أكتر المواد اللي بتخوف الطلبة، وحرفيا كانت عاملة لي رعب، بس الحمد لله قدرت أتغلب على كل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. لو مش متابعنا فدي أول حلقة من سلسلة رحلتي مع مواد ثانوية عامة. زي ما اتفقنا إن احنا هنعمل سلسلة من الفيديوهات هحكي لك فيها قصتي مع المادة ديت، وازاي جبت فيها درجة كويسة، والمدرسين اللي أنا أخدت معاهم، وأهم كتب للمراجعة النهائية، والتريكات اللي تقدر تحل بيها المادة دي. وان شاء الله هنبدا بالفيزياء النهارده لانها اتطلبت كتير، اكتر ماده اتطلبت. واكتب لي في كومنت الماده اللي انت عايز نعملها لك الفيديو الجاي. فاشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه، وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو. ان شاء الله هننزل فيديو كل يوم. لو لقيت ان في اقبال على السلسله عادي، ما عنديش اي مشكله ان انا انزل فيديوهين في اليوم. زي ما قلت لك في اول فيديو كده، احنا هنتكلم عن 5 حاجات. اول حاجه تجربتي مع الماده وازاي جبت فيها درجه كويسه. تاني حاجه المدرسين اللي انا خدت معاهم، عشان زي ما اغلبكم عارفين ان انا بدات متاخر، فاقول لك المدرسين اللي انا بدات معاهم، وكتب اهم كتب المراجعه النهائيه اللي انا استخدمتها، وشكل الامتحان بتاعها كان صعب ولا سهل، والتريكات اللي تحل بقى الماده لو الماده يعني ماده حل. وان شاء الله هنعمل الازهريه المواد الشرعيه والمواد العربيه لانهم مواد حفظ اكتر. تابعوا السلسله ازهريه مش ناسيكوا والله. اول حاجه الماده دي من ارخم المواد بالنسبه لي، ده لو ما كانتش هي ارخم ماده، لان انا اول ما بدات الماده مش عارف اذاكرها. كل ما احفظ القوانين انساها، احفظ القوانين مش عارف احل. بيجيب السؤال بطريقه غير مباشره، احفظ قانون بطريقه مباشره، لا هو في السؤال عايزني استنتج قانون من قانون، بيديني حاجه وعايزني اجيب منها حاجه. ماده معقده. حتى احنا عندنا برضو في الصيدله ماده اسمها فيزيكال رخمه برضو. في الاخر كل ما هو فيزيكال رخم، فحرفيا كنت مرعوب منها لانها ماده عليها 60 درجه. 60 درجه دول لو انت لا قدر الله جبت فيها درجه وحشه او نقصت فيها جامد، قادرين ان هم يخسفوا بمجموعك الارض حرفيا. فانا قدرت ان انا احل المشكله دي ازاي. انا دلوقتي عرفت ان انا بفهم الجزء النظري كويس وبفهم المحاضره كويس، بس انا عايز احل لان الفيزياء حل. انت المفروض في الفيزياء اساسا، يعني المفروض في الفيزياء انت لو مش محتاج تسمع المحاضره ما تسمعهاش، تحل على طول. الحل كتير. فانا بدات ان انا احدد المشكله بتاعتي، وانت اهم حاجه تعرف ان انت مشكلتك فين وتحددها. انا بفهم الجزء النظري كويس جدا، بفهم المحاضره كويس جدا، بس مش بعرف اطبق. فانا عرفت ان المشكله عندي هنا في القوانين، فبدات زي ما قلت لكم في فيديوهات كتير فاتت، انا كنت بلخص القوانين كلها والزقها في ورقه قدامي على الحيطه، دايما محطوطه قدامي على الحيطه، وتخلي القوانين دايما جنبك وانت بتحل. يا عم عايزك تغش منها، يعني بص عايزك تخلي القوانين جنبك وتغش منها. السؤال اللي انت مش عارفه والسؤال اللي انت مش عارفه تبص على القانون بتاعه وتكتب. عايزك تكتب القانون، يعني انت وانت بتحل المساله اكتب خطوات. عايزك تكتب خطوات، اهم حاجه الخطوات، لان الخطوات دي انت بتاخد عليها درجات اصلا. فصدقني دي الطريقه الوحيده اللي انا قدرت احفظ بيها القوانين، ان انا كنت بلزقها قدامي على الحيطه وان انا كنت بحل بيها. يعني القانون اللي انا مش عارفه لازم اكتبه، انا خلاص بصيت فيه عرفت ان ده القانون، بس برضه لازم اكتبه في المساله، اكتبه مره واثنين ثلاثه. الحاجه اللي انت بتكتبها صدقني مش هتنساها. خلصت النقطه دي، واجهتني مشكله تانية ان انا في اسئله، معظم الاسئله بشكل غير مباشر، يعني قليل جدا لما يديني سؤال وعايزني ان انا اكتب القانون واعوض بالقانون بشكل مباشر، دوت قليل جدا. فبدات اتعلم ازاي ان انا استنتج قانون من قلب قانون تاني خالص. كنت ملخص الحاجات دي كلها وملخص القوانين دي كلها. ان شاء الله هنزلها لكم زي ما نزلت لكم الحاجات بتاعت الانجليزي، هنزلها لكم على المنتدى. بس اهم حاجه تتاكد ان انت مشترك، لان الحاجات دي ما تظهرش غير للمشتركين. فبعد ما خلصت كل الكلام ده، جت هنا النقطه التانيه والنقطه الاهم، المدرس اللي انا اسمع له. انا حرفيا جربت كل المدرسين اللي على اليوتيوب. انا ما كنتش بنزل سنتر خالص، لان انا بادئ متاخر، فمفيش وقت ان انا اضيعه ان انا اروح سناتر. بعدين هم سابقيني بحاجات كتير اساسا، فانا لازم ابدا مع نفسي. فجربت كل المدرسين حرفيا، ورسيت على مدرس واحد كان بيلخص. زي ما قلت لك الفيزياء مش عايزه ان انت تقعد تسمع المحاضره مره واثنين ثلاثه، انت ممكن ما تسمعش المحاضره وتخش تحل على طول. فاهم حاجه الحل الكتير، الحل الكتير. فانا لقيت ان قناه كانت اسمها الشيخ جميل، هحط لك برضه صورتها لو لقيتها. اسمها الشيخ جميل في الفيزياء تقريبا يعني. كانت عامله ملخصات، بيلخص الباب وينزله، كان عامله تقريبا للازهر. فانا مش عارف هل قائمه التشغيل دي لسه موجوده على القناه بتاعته ولا لا. قلت بس حلو قوي كده، عندي المحاضره متلخصه مثلا في ساعه، ساعه ونص بالكتير، بدل ما اروح اسمع مثلا محاضره 3 4 ساعات. وانا في غنى عن الموضوع ده لان مفيش وقت، ولان مش محتاج، يعني مفيش وقت وانا مش محتاج كده. محتاج بس ان انا افهم الكلام النظري، افهم القوانين، اشوفه حل المسالتين مثلا قدامي بس خلاص، مش عايز اي حاجه تاني. امسك الكتاب بتاع الحل بتاعي واشتغل قوانيني، الخص القوانين بتاعت الباب، الزقها قدامي او احطها جنبي عشان برضو الحيطه مش هتكفي كل الكلام ده، احطها جنبي واحل. السؤال اللي انا مش عارف ابص على القانون بتاعه اكتبه واعوض فيه واحل. وانا ان شاء الله برضه هشوف بعد الفيديو ده هل هو لسه سايب البلاي ليست دي على القناه ولا شالها، وهسيبها لكم برضه في كومنت مسبق. خلصنا بقى نقطه المدرسين، دخلت على موضوع الكتب. عايز كتاب حل يكون كويس بيحكي شكل الامتحان، بيجي منه اسئله في الامتحان. فبدات ادور كتير. انا اساسا كنت بستخدم في الشرح كتاب الوافي. هو كتاب رغاي رغاي يعني لأبعد الحدود، بس الصراحة كان أحسن من الامتحان بمراحل. ده الشرح. أما الحل أنا كنت بستخدم الامتحان عادي. في معظم الكتب كنت بستخدم كتاب الامتحان، لأن كتاب الامتحان أسئلته مش صعبة أوي ومش سهلة أوي، فيها تريكات.
فالموضوع كان بالنسبه لي كان كويس يعني. المهم يا شباب فضلت ماشي على النظام دوت، برضه بحل وبغلط لعند قبل الامتحان بغلط، عشان برضه الناس اللي هي بتحل وبتغلط في اسئله وبقى يبدا يجي لها احباط وخلاص احنا الماده دي كده مش هننجح فيها وخلاص الدنيا باظت عارف ايه. لا انا قبل الامتحان كنت بغلط، انا داخل الامتحان مرعوب اساسا يعني انا اخش احل ازاي، انا بغلط في اسئله كتير ومش عارف ايه. بس سبحان الله طول ما انت متوكل على الله عملت اللي عليك اخدت بالاسباب، ما سبتش الموضوع كده، سعيت وعملت اللي عليك. يعني هو ربنا يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اعمل اللي عليك هات اخرك في الحاجه دي بس مالكش دعوه. فبعد كل ده بقى جيت على الامتحان. يوم الامتحان شكل الامتحان ازاي والامتحان كان صعب ولا سهل؟ اولا الامتحان كان زفت، حرفيا الامتحان 2025 كان زفت. الامتحان كان فيه اخطاء، اي نعم الامتحان كان فيه اسئله كويسه كتير، بس الامتحان كان فيه اسئله صعبه وكان فيه اخطاء، اسئله اساسا يعني على مستوى الجمهوريه كان فيها اخطاء. فده اللي نقصني في الماده ديت. الماده ديت انا نقصت فيها حوالي 7 درجات، ودول حرفيا اللي ضيعوا مجموعي. يعني ال7 درجات دول يعني الحمد لله طبعا، ال7 درجات دول لو مش نقصتهم كان زمان دلوقتي في طب اسنان. بس الحمد لله لله راضي طبعا باختيار ربنا ليا، حتى برضو لو رجع بيا الزمن مش هخش اسنان. نقدر نقول في المجمل الامتحان الماده كان صعب. والناس اللي هي بتقول لك سنه بيجي سهل وسنه صعب، الموضوع ده انا مش مقتنع بيه قوي ومش عارف الصراحه هل هم بيجيبوا سنه صعب وسنه سهل، ما اعرفش. بس انت كطالب ما تعتمدش على استنتاجات حد، ما تعتمدش عن حد بيقول السنه اللي فاتت كان صعب السنه اللي جايه هيبقى سهل. كل الكلام ده ملناش علاقه بيه، انت مع نفسك ذاكر اعمل اللي عليك خد بالاسباب وتوكل على الله. واخر حاجه تركات الماده دي، تركات الماده دي انا ممكن الخصها في حاجه واحده بس وهي القوانين. احفظ القوانين ومالكش دعوه، انت بتكتب القانون بتلاقي المساله بتيجي معاك. وعلى فكره ممكن شخصين، يعني الموضوع ده حصل معايا انا وزميلي كذا مره، شخصين يحلوا سؤال بطريقه مختلفه يعني بخطوات مختلفه يطلعوا نفس الناتج صح، وهنا بتاخد درجات على الخطوات وهنا برضو بتاخد درجات على الخطوات. فانت اهم حاجه تحفظ القوانين. مش عارف تحفظ القوانين وبتنساها زي ما انا كنت بنساها كده، علقها على الحيطه حطها جنبك على طول. كل ما تقعد انت هتذاكر عربي اقراهم، هتذاكر اي ماده اقراهم، لان هم قدامك على طول. فانت خلاص انت هتبص عليهم عينك هتيجي عليهم هتحفظهم لوحدك. الكل اللي اقدر اقوله على الماده ديت انها ماده مش سهله خالص، الماده صعبه بس محتاجه ان انت تفهمها، محتاجه ان انت تكون مع حد كويس، محتاجه ان انت تمشي بنظام كويس، ان انت ما تضيعش وقتك. الفتره الجايه دي ما عادش في وقت ان انت تضيعه، يعني ما عادش في وقت ان انت تضيعه خلاص في ان انت تسمع محاضره ساعه ونص ساعتين ثلاثة زي ما بشوف كده محاضرات، فولا تسمع معسكرات. خليك في ملخص، حد بيلخص درس حد بيلخص باب، اسمع الملخص حل على طول. احفظ قوانينك لخص قوانينك الزقها قدامك او خليها جنبك وحل على طول، مش هقول لك اكتر من كده. فانت عندك جزء النظري، الجزء النظري ده سهل جدا جدا ان انت تحفظه او تفهمه، والجزء التاني قوانين وحل اتطبق على طول. يا جماعه كل ما تحل كتير والله العظيم كل ما تحل كتير في الماده دي بالذات، لان الماده دي ماده سعرانه، كل ما تحل كتير كل ما ايدك تاخد على الحل كل ما تفهم الماده اكتر كل ما الماده هتبقى سهله بالنسبه لك. طب يا جماعه لو وصلت لاخر الفيديو اكتب لي اسم الماده اللي انت عايز نعملها لك الفيديو الجاي وان شاء الله هعملها لك ان شاء الله. هننزل كل يوم فيديو الساعه 9 والساعه 10، يعني هي في الحدود دي، يا اما 9 يا اما 10، هو اكيد هيبقى 10 يعني. ان شاء الله هنزل لك القوانين والملخصات وكل الكلام دوت هنزله لك على المنتدى. اشترك في القناه عشان بيظهر للمشتركين بس، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. وان شاء الله لو لقيت اقبال على السلسله دي هحاول اضيف حاجات اكتر، هحاول اتكلم عن حاجات اكتر، هحاول انزل لك حاجات اكتر، هحاول اعمل اللي انا اقدر عليه معاك بحيث ان انت تبقى مطمن، بحيث ان انت تبقى واخد تجربه شخص ودي انت تمشي عليها. يعني انت مش عايزك خلاص ان مفيش وقت، ان انت ما عادش في وقت ان انت مثلا تدور تكتشف حاجات بنفسك تعمل بنفسك. انا بديك المصادر وانت تشتغل على طول. بس كده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.